السلام عليكم متابعينا الكرام. سوف نتحدث عن ظاهرة الثقب الأسود بلاك هول. كما يعرفه علماء وكالة ناسا، هو منطقة من المكان ضغطت بشكل كبير فتجمعت فيها المادة بكثافة عالية بشكل يمنع أي شيء من مغادرتها، حتى أشعة الضوء لا تستطيع الهروب من هذه المنطقة. ويتشكل الثقب الأسود عندما يبدأ أحد النجوم الكبيرة بالانهيار على نفسه نتيجة نفاذ وقوده. ومع أن الثقب الأسود لا يرى، إلا أنه يمارس جاذبية فائقة على الأجسام من حوله. ولكن كيف بدأت قصة هذه المخلوقات المحيرة؟ منذ عام 1790 اقترح الإنجليزي جون مايكل والفرنسي بير سايمون وجود نجوم مخفية في السماء. ثم في عام 1915 توقعت نظرية النسبية العامة لأينشتاين وجود هذه الأجسام في الفضاء وأثرها على الزمان والمكان. وأخيرا في عام 1967 تحدث الأمريكي جون ويلر عن الثقوب السوداء كنتيجة لانهيار النجوم. وفي عام 1994 أثبت العلماء بواسطة مرصد هابل وجود جسم غير مرئي في مركز المجرة M87، ويلتف حوله الغاز في دوامة واضحة. وقد قدروا وزن هذا الجسم ب3,000 مليون ضعف وزن الشمس. ثم توالت الأدلة على وجود هذه الأجسام بواسطة الأشعة السينية. إن أي نجم يبلغ وزنه 20 ضعف وزن شمسنا يمكنه في نهاية حياته أن يتحول إلى ثقب أسود، وذلك بسبب حقل الجاذبية الكبير وبسبب كتلته الكبيرة. ولكن النجم إذا كان صغيرا ونفذ وقوده فإن قوة الجاذبية وبسبب كتلته الصغيرة وغير الكافية لضغطه حتى يتحول إلى ثقب أسود، في هذه الحالة يتحول إلى قزم أبيض، أي وايت دورف، أي نجم ميت. حتى يتحول النجم إلى ثقب أسود في نهاية حياته يجب أن يتمتع بكتلة كبيرة. فالشمس مثلا في نهاية حياتها سوف تستهلك وقودها النووي وتنطفئ بهدوء، ولن تتحول إلى ثقب أسود لأن وزنها غير كاف لذلك. وربما نجد في كتاب الله تعالى إشارة لطيفة إلى هذا التحول في قوله تعالى: إذا الشمس كورت. إذا ليس هنالك أي انهيار للشمس، إنما انطفاء بطيء، وهذا ما عبر عنه القرآن بكلمة كورت. يتميز الثقب الأسود بجاذبية فائقة، ولذلك فإن أي غاز قريب منه سينجذب إليه ويدور في دوامة عنيفة، مولدا حرارة عالية نتيجة هذا الدوران مثل الإعصار السريع. هذه الحرارة تبث الأشعة السينية باستمرار، وهذه الأشعة يمكن للفلكيين التقاطها بسهولة بواسطة أجهزتهم، ولذلك يعلمون بأن هذه المنطقة تحوي ثقبا أسود. لماذا لا ترى هذه الثقوب السوداء؟ إن سرعة الهروب هي السرعة اللازمة للجسم لكي ينفلت من حقل الجاذبية المحيط به. وفي أرضنا نجد أن أي جسم حتى يتمكن من الخروج من نطاق الجاذبية الأرضية يجب أن يقذف بسرعة أكبر من 11 كيلومترا في الثانية الواحدة تقريبا. وفي حال الثقب الأسود تكون سرعة الهروب عالية جدا، ولا يمكن لأي جسم تحقيقها. حتى الضوء الذي يتحرك بسرعة 300 ألف كيلومتر في الثانية لا يستطيع الهروب من جاذبية الثقب الأسود، لأن سرعته غير كافية لذلك. وهذا هو ما يجعل الثقب الأسود مختفيا لا يرى. ولكي نتخيل عظمة هذه المخلوقات، فإن أحد العلماء أجرى قياسا لوزن الثقب الأسود، فوجد أن ملعقة من الشاي لو قمنا بأخذ حفنة قليلة من هذا الثقب الأسود بحجم ملعقة الشاي سيكون وزنها أكثر من 400 ألف مليون طن. كذلك وجد العلماء ثقوبا سوداء كتلتها أكبر ب10,000 مرة من كتلة الشمس، وقد تصل كتلة الثقب الأسود إلى أكثر من 1,000 مليون كتلة الشمس. وهذا هو الإعجاز الكوني. يخبرنا علماء الغرب اليوم حقيقة علمية، وهي أن الثقوب السوداء تسير وتجري وتكنس كل ما تصادفه في طريقها. وقد جاء في إحدى الدراسات حديثا عن الثقوب السوداء أنها تخلق قوة جاذبية هائلة تعمل مثل مكنسة كونية لا ترى، عندما تتحرك تبتلع كل ما تصادفه في طريقها حتى الضوء لا يستطيع الهروب منها. واختصرت حقيقة الثقوب السوداء في 3 أشياء: أن هذه الأجسام لا ترى، وجاذبيتها فائقة تعمل مثل المكنسة،
وتسير وتتحرك باستمرار. وربما نعجب إذا علمنا أن هذا النص المنشور في عام 2006 قد جاء بشكل أكثر بلاغة ووضوحا في كتاب منذ القرن السابع الميلادي، فقد اختصر القرآن كل ما قاله العلماء عن الثقوب السوداء في 3 كلمات فقط. يقول تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ونحن في هذا النص أمام 3 حقائق عن مخلوقات أقسم الله بها، وهي الخنس أي التي تختفي ولا ترى أبدا، وقد سمي الشيطان بالخناس لأنه لا يرى من قبل بني آدم، والجوار أي التي تجري وتتحرك بسرعات كبيرة، والكنس أي التي تكنس وتبتلع كل ما تصادفه في طريقها. وبالتالي نستنتج أن القرآن يسبق العلماء في الحديث عن الحقائق الكونية، وأن هذه المخلوقات ما هي إلا آية تشهد على قدرة الخالق في كونه. وهذا يدل على أن القرآن كتاب الله تعالى وليس كتاب بشر. إن أعجبك الفيديو اضغط على زر اشتراك سبسكرايب ولتشاهد الفيديو السابق، وشكرا.